هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في منتدى السبت. أحييكم، أنا أمل علي وأبدأ معكم بنشرة للأخبار. تتابعنا بعد ذلك فقرة الزميل جمال، وهي بعنوان القوانين الجديدة، هل هي تمهيد لدستور إسياس؟ بعد ذلك أعزائي المستمعين سنقدم لكم لقاء كنت قد أجريته الأسبوع الماضي مع الأستاذ جعفر وسكة، وهو ناشط إريتري مهتم بشؤون اللاجئين في السودان، وأيضا هو صاحب فكرة تأسيس مكتبة الشقرب في معسكر الشقرب، والتي تعرضت هذه المكتبة للإغلاق من قبل السلطات الأمنية السودانية. سنتحدث بالتفصيل مع الأستاذ جعفر لاحقا حول هذا المشروع وما حدث فيه. تتخلل الساعة فقرات عدة منوعة، ابقوا معنا وأهلا بكم. لا لسكا بابا ليبي كمان مش عايسب سبا ليبي لا لسكا بابا ليبي كمان مش عايسب سبا ليبي أفتك يا ماني سكاب قليتني تويس وحلامة سربيب كفليتني لالين دي سكيب من مكرار يتهرسني اتقاجت تقسيكي تفتني تبلني ياللي دي بيحاك يا ويامنك كتبلني وانا مبلف قبقو كبدكوي وسني لبيالي لون سكي لبيالي لون سكي مدور لقيب لني لبي لا لسكا بابا لبي كمان مش عيسب سبا لبي أفتكي أماني سكاب كليتني تويس وحلامة سربيب كفليتني لالين دي سكيب بحلامة ترسني اتقاجت تقسيكي تفتني تبلني ياللي دي بيحاكي يا ويامنك كتبلني وانا مبلف قبقو كبدكوي وسني لبيالي لون سكي لبيالي لون سكي مدور لقيب لني لبي لالي سكا بابا لبي كمان مش عيسب سبا لبي أفتكي أمانة حنسيت اكيت نبر وفتكي علامة إسات أسر متحقل خارطة حدود فتكي لي تتنكس ويتقبر ريم عستري بته وترود مدر يساتر مريت عدد كلينا ظروف وريم مدر بقربتي حبيكو ولا بيتو دنبر سبر أيوب كان حينا سبر أيوب كان حينا وربي لابو يتعبر لبيه صوت المنتدى.
في نشرة هذا المساء اجتماعات تنويرية في وزارة العدل حول القوانين المدنية والجنائية الجديدة، ارتفاع حالات الوفيات والاغتصاب على الحدود الإريترية السودانية هذا العام، حملة تجنيد مكثفة في الإقليم الجنوبي والسلطات تعتقل التجار في مدينة دسنوي. تفاصيل الأخبار. عقدت وزارة العدل يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من شهر مايو اجتماعا تنويريا للقضاة العاملين في المحاكم التابعة للوزارة، وذلك بغرض تنزيل ما أسموه بالقوانين الدائمة حيز التنفيذ العملي. هذا وقد دعي كل القضاة المعنيين إلى الاجتماع الذي شهدته قاعة الغرفة التجارية في العاصمة أسمرة. جدير بالذكر أن الإعلان عن القوانين المدنية والجنائية الجديدة تم في منتصف هذا الشهر بواسطة تصريح صحفي أدلت به السيدة فوزية هاشم وزيرة العدل بالنظام الحاكم، وكذلك عبر منشور تم تعميمه للجهات المختصة. ولم يتم إعلان أو نشر تفاصيل القوانين الجديدة عبر صحيفة الإعلانات الرسمية كما جرت العادة في إعلان القوانين والمراسيم والأوامر. إلى ذلك يتوقع أن يحدث تضارب كبير في الصلاحيات بين سلطات المحاكم التابعة لوزارة العدل وتلك العاملة خارجها والمعروفة بالمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن ومحاكم الجيش، خاصة وأن الإعلان الجديد لم يتضمن أي توضيح فيما يتعلق بعمل تلك المحاكم التي لم تزل تشكل خطًا سلطوي موازي للسلطة القضائية في إريتريا ومناوئ لها أحيانًا، إذ تقدم قضايا لإعادة النظر فيها من قبل المحاكم الخاصة بعد أن تم فصل فيها في المحاكم التابعة لوزارة العدل. شهد النصف الأول من هذا العام 2015 وفاة 56 إريتريا واغتصاب 230 فتاة إريتريا من قبل مجموعات الإتجار بالبشر والشرطة وميليشيات الحدود، حيث تم ذلك في المنطقة التي تقع بين المتمة وضواحي سيتيت إلى الخرطوم، وكذلك على الحدود الإريترية السودانية. ارتكبت هذه الجرائم بحق اللاجئين الإريتريين دون أن يقدم مرتكبيها لأي محاكمة قانونية، مما ساعد على استمرارها كظاهرة تستفحل وتتنامى ليسقط العديد من الضحايا بين قتيل ومغتصب. وتجد المنظمات الإنسانية التي من المفترض أن تقوم بالدفاع عن اللاجئ وحماية حقوقه تجد نفسها عرضة للتهديد من قبل السلطات، مما أثر على متابعتها لمهامها واضطرارها إلى أن تصم الأذان عن مناشدات اللاجئ الإريتري، فهي لا تضع أي خطة عملية لإنقاذ اللاجئ من هذه الجرائم. وفي أفضل الحالات نجد أن الإجراء التقليدي المتبع من قبل هذه المنظمات هو إبلاغ منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه الجرائم، وتعجز هذه التدابير لعدم فعاليتها في إيقاف أو الحد من هذه الظاهرة، بل تشجع مرتكبيها على ارتكاب المزيد منها. فالميليشيات الحدودية في الحدود الإريترية والإثيوبية والسودانية غدت تستهدف اللاجئ الإريتري في حياته وعرضه وممتلكاته، وخاصة الفتيات من سن 12 وحتى 17. وفي اللقاءات التي أجرتها مصادر المنتدى مع بعض ضحايا هذه الجرائم نجدهن يطالبن الإنسان الإريتري في الخارج للسعي بشكل عملي إلى منظمات العمل الإنساني لإسماع معاناتهن وللدفع بالمجتمع الدولي للتحرك وتأمين أبسط الحقوق الإنسانية لهن. وعلى صعيد ذات صلة بمعاناة اللاجئين الإريتريين، يعاني اللاجئ الإريتري في اليمن الذي تقطعت به السبل، فإثيوبيا مثلا ترحل عبر السودان 2000 من مواطنيها، ويقترح بعض الإريتريين الذين قدموا من اليمن إلى إثيوبيا أن تسعى المنظمات الدولية ذات الصلة بتأمين مكان مؤقت للإريتريين لأنهم يعانون من تشرد حقيقي وظروف غير آمنة، حيث لا رعاية سواء من المنظمات المختصة أو من سلطات الدول التي يلجؤون إليها. جرت أول أمس 28 من مايو حملة تجنيد عسكري مكثفة في كل من عرزة وشنبق بالإقليم الجنوبي في إريتريا. وعلمت مصادر المنتدى أن البحث عن الأفراد تم داخل المنازل، هذا وقد طالت الحملة المواطنين العاملين في التنقيب التقليدي للذهب، ولم تعرف بعد الجهة التي سُاقوا إليها إلا أن ممتلكاتهم انتزعت منهم دون تسجيلها، وكذلك تمت مصادرة الأموال والذهب الذي جمعوه.
من جهة ثانية، تعتقل السلطات في أسمرة 30 تاجرا في كل من تساناي وبارنتو وكيرن دون أن تبدي كعادتها أسبابا لهذا الاعتقال. فمنذ 26 من مايو الجاري، قامت وحدة الأمن السري المعروفة ب05 مرتدية للزي المدني باعتقال أكثر من 30 تاجرا في كل من تساناي وبارونتو وكرن، ودون إبداء أسباب دفعتهم للقيام بهذه الاعتقالات. يذكر أن حكومة الطاغية كانت قد قامت قبل شهرين باعتقال مجموعة من المواطنين كانوا يعملون في مجال التجارة في مدينة تساناي، وأجبرتهم على دفع 1,000,000 نقفة كضمان لعدم ممارستهم للتجارة الحدودية، ثم ازدجت بهم في معسكر التدريب العسكري دون مراعاة مستقبل أعمالهم والمعاناة التي ستجابه أسرهم وأطفالهم بعد غيابهم. يجدر بالذكر أن النشاط التجاري في مدينة تساناي يمر بأسوأ حالات الركود والتلاشي، فهذه التدابير عرقلت النشاط التجاري في المدينة، مما سيضاعف الأمر على بقية المدن لكون تساناي المنفذ البري المفتوح على الرئة التي يتنفس منها البلد. هذا وقد أصبح معظم التجار والعديد من أفراد الشعب بين من طالته حملات التدريب العسكري أو الاعتقال، وبين من هرب فرا بجلده إلى السودان جراء التهديد المستمر من وحدات أمن أخرى تعرف ب 65. نهاية النشرة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة، وهي بعنوان القوانين الجديدة هل هي مقدمة لدستور السياسي؟ أعلنت وزيرة العدل الإريترية السيدة فوزية هاشم عن إصدار قوانين مدنية وجنائية جديدة بدلاً عن تلك المعمول بها الآن، والتي سمتها بالمؤقتة، وهي التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمان. وقالت إن هذه القوانين سوف يتبعها قانون هو القانون التجاري وسيصدر لاحقاً. وأوضحت السيدة وزيرة العدل أهمية تلك القوانين وما تستند عليه ذاكرة حزمة من المراجع ليس من بينها الدين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحي. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية ونشرتها صحيفة إريتريا الحديثة في نسختها العربية الصادرة بتاريخ 12 من مايو الجاري. في مستهل تصريحات السيدة الوزيرة قالت بأن الحكومة الإريترية وضعت وثيقة قانون يحقق الكرامة الإنسانية ويكون مظلة للتطور المستدام وإحلال الاستقرار. وبررت تأخير صدور هذه القوانين بالقول إن القوانين أخذت فترة طويلة لجعل المواطن يعرف بسهولة حقوقه وواجباته وإدراك التأثير السلبي لانتهاك القانون. هذا على حسب تعبير السيدة الوزيرة. ثم تحدثت عن المراجع الأساسية التي تستند إليها هذه القوانين بالقول بأن هذه القوانين الموضوعة تضع في الاعتبار عادات وثقافات الشعب الإريتري كجزء من ثمار نضاله. وأشارت إلى أن دراسات اجتماعية وتاريخية واقتصادية واسعة ومعمقة لهذه القوانين قد جرت، والتي شملت قوانين عرفية مكتوبة وغير مكتوبة لتعكس قيم المجتمع الإريتري وتجمع الفكر المشترك في المجتمع في هذه القوانين.
هذا ملخص غير مخل لتصريحات السيدة وزيرة العدل الإريترية، وللتعليق على هذه التصريحات للوزيرة في الحكومة الإريترية المؤقتة منذ أكثر من عقدين والقيادية في الحزب الحاكم الذي انتهى دوره منذ سنوات، نقول: لا قوانين جنائية ولا مدنية ولا غيرها تصدر وتصلح بغياب الدستور والجهاز البرلماني الذي يجب أن يكون ممرا إجباريا لكل القوانين. ذلك أن الدستور وحسب التعريف البسيط والجامع هو أبو القوانين، وكل القوانين المدنية والجنائية وغيرها يتم صياغتها بما لا يتعارض ونص وروح الدستور. بعد ذلك يتم تمرير مشروعات القوانين على المجالس أو على المجلس النيابي أو البرلمان للموافقة عليه بعد أن يتأكد من عدم إخلال هذه القوانين بنصوص الدستور وروحه. إذن دون دستور لا يمكن الحديث عن قوانين جنائية أو مدنية أو تجارية أو غيرها، لأنها لا مرجعية لها، وبعيدا عن أي إمكانية للتأكد من صلاحيتها. فقط يمكن الحديث هنا عن قوانين خاصة تصدر من رئاسة حكومة لأسباب خاصة ولمعالجة قضية عاجلة، وكلها تسمى مؤقتة لحين صدور وإقرار الدستور، وهذا ما تلجأ إليه الانقلابات العسكرية. وهذه القوانين كما أوضحت السيدة الوزيرة تستند للأعراف والقوانين العرفية المجتمعية، سواء المدون منها والشفهي والمتعارف عليه، ولا علاقة لها بالأديان السماوية في محاولة جريئة لتجاوز المجتمع وبشكل سافر. عموما يمكن القول إن هذه القوانين سوف تظل على منضدة السيدة الوزيرة، لأن وزارتها لا علاقة لها لا بالعدل ولا القانون ولا حقوق الإنسان. من يحكم إريتريا معروف ولا يحتاج للبحث، وكيف يحكم معروف، ودونكم عمليات الاعتقالات الفردية والجماعية دون إذن من أي محكمة أو أي نيابة وفق القوانين العدلية، وكذلك المكوس في المعتقلات والسجون دون محاكمات ولسنوات طويلة. من المعروف أن الوزارات الكرتونية دائما ما تستخدم لتمرير ما يريده رئيس العصبة، والسيدة الوزيرة ووزارتها استخدما كما في السابق معبرا للتمهيد للدستور الجديد الذي يكتبه الرفيق المحبوب من كل الشعب الإريتري السيد إسياس أفورقي، والذي سيعلنه على الناس كافة في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يرغب. وسوف تستمع السيدة الوزيرة ككل الناس لما سيجود به دستور القائد إسياس أفورقي. تحية لكم، وأسعد الله كل أوقاتكم. حجة زيت الدار مبزعة من نيوت زي دالو غاشا سوكا زي قمت كميلة خيط مسغى بأمنات لب غازي دكان كل جيز يا مستير ماي نايس انتاني طباب زي فتك عمر ماي تسني غمعكي
فزيت ماخر أم فزيت ماخر هواي كل كاتبة وأنا أسفري هكا بزيد حتني بزيك متعكا تزارب 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 سبع هدي أفلتني بتي سعدلو سبح تسرحني زي كل بعالم كبغى زبكور كبغى زبكور لمن دغب كاتبه لمن تفعلوا نمن 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 كرافيكا نمن كم تفاليو صبح نقرني ترايك لليوم زعقل بفنجان وايدان حنتبو ما نكبلو خان كندي زيفتاتو فاني يوم كلهم قال خيس لدو. أعزائي المستمعون، وفي فقرتنا التالية سنتابع موضوع مهم جدا له علاقة مباشرة بحياة اللاجئ الإريتري في السودان خاصة،
وكما نعلم هناك عدد كبير 10,000 من اللاجئين الإريتريين المقيمين في معسكرات اللجوء في السودان منذ سنوات طويلة، ويعانون من ظروف سيئة ويعني تصل أحيانا إلى فقدان الأمل، إلا بوجود مبادرات وظواهر مضيئة. ومن بين هذه الظواهر أو المبادرات ما قام به الناشط والمهتم الأستاذ جعفر وسكة، وهو مقيم في إحدى معسكرات اللجوء في السودان. والمبادرة الطيبة تقوم على فكرته في تأسيس وإنشاء مكتبة في معسكر الشجراب، وهو أكبر المعسكرات هناك، لتكون زادا للعلم والمعرفة للشباب هناك، وتكون منارة تضيء لهم إلى حين أو إلى حين وجود طريق آخر ومخرج. وهذه المبادرة واجهت صعوبات كثيرة إلى درجة الإغلاق. التقيت مع الأستاذ جعفر في الأسبوع الماضي وتحدثنا في هذا المشروع وفيما يلي هذا اللقاء. مساء الخير أعزائي المستمعين، والآن ألتقي مع الأستاذ جعفر وسكة، وهو ناشط إريتري مقيم في السودان، وهو صاحب فكرة تأسيس المكتبة الإريترية في معسكر الشجراب. مساء الخير أستاذ جعفر. مساء النور الأخت أمال. سعيد جدا أكون معك في لقاء مسائي نتحدث فيه إن شاء الله عن فكرة المكتب. يا أهلا بك جعفر، وأقدر لك وجودك معي، وأنا أعرف أنكم في زحمة وسعي كبير لإنقاذ مشروع المكتبة. في البداية ممكن تعرفنا أستاذ جعفر كيف بدأت فكرة إنشاء مكتبة إريترية في معسكر شجراب للاجئين الإريتريين؟ من أين أتتك الفكرة؟ يعني لو تأخذنا في المشروع من البداية. في الحقيقة الفكرة نبعت من مداخلة للأستاذ بخيت مسمر على مقال كتبته كان يتحدث عن أحوال اللاجئين في الفيسبوك. يتحدث الأستاذ بخيت في مداخلته وقال كان بالإمكان نعمل من المعسكرات دي منارة للعلم. نعم. ابتديت أفكر في الكلمة دي منارة للعلم، وليه ما بقت يعني كل السنين اللي فاتت دي منارة يعني. نعم. استديت لي إنه الناس يعني بتنقصها فكرة المبادرة، فقلت كدي أنا أبادر. نعم. وطرحت الفكرة على الصفحة في الفيسبوك. نعم. بتاريخ 6 فبراير 2014. نعم. والفكرة لقت تجاوب من الأريتريين الموجودين في الفيسبوك، والتفوا حولها وأصبحت فكرة عامة لكل الأريتريين. الناس قعدت واجتهدت لأنه تطرح المبادرة بصورة أفضل. نعم. وتم طرح المبادرة في الفيسبوك ولقينا تجاوب من أدباء أريتريين. نعم. وشعراء أريتريين، وده شجعنا يعني في إنه نحن نمشي في الفكرة. نعم. طيب أستاذ جعفر، لماذا اخترت معسكر الشجراب وأنت مقيم على حد علمي في الخرطوم، أليس كذلك؟ ما هي علاقتك؟ يعني هل لك علاقة مباشرة كشخص بالمعسكر باللاجئين؟ يعني احكي لنا عن تجربتك وعن علاقتك المباشرة بالموضوع. هي طبعا أول حاجة أنا مش مقيم في الخرطوم، يعني أنا مقيم في معسكر مرغور. نعم. يعني كنت أتواجد يعني لأسباب شخصية في الخرطوم أحيانا. نعم. لكن الفكرة كانت إنه نحن أول حاجة نطلع من التفكير الضيق، إنه دي منطقتي وإنه دي قبيلتي ولازم منطقتي أولى ومنطقتكم
ما ياها ومنطقتنا ياها وكده. مهم. فكانت الفكرة إنه يا أخي أنا من أم قرقور، لكن المكتبة دي ممكن تبقى في حتة تانية غير أم قرقور، يعني نعم. نحن في النهاية أريتريين. الشيء الثاني إنه معسكر الشجراب هو أكثر كثافة سكانية يعني من المعسكرات الموجودة في السودان، يعني نعم. اللاجئين الأريتريين. نعم. فنحن لما طرحنا الفكرة هي كانت فكرة أريترية، بتكون مكتبة في كل معسكر وما تكون قاصرة يعني على السودان حتى، يعني ممكن تبقى مكتبة بعد ما نكمل معسكرات السودان ممكن نمشي لسوريا، نمشي لليمن، في أي حتة في معسكر لاجئين ممكن تكون في مكتبة أريترية، يعني لأنه هي فكرة بترفع من وعي الإنسان الأريتري. نعم. نعم. فده كان الاختيار. وبعد ذاك نحن ممكن عملنا يعني جزء من الكلام ده طرحناه في الفيس، يعني تشاورنا فيها كاريتريين وقلنا يا أخي صوتنا وشفنا معظم الناس اختارت الشجراب، يعني نعم. إذن عشان كده بقت المكتبة في الشجراب. نعم. يعني بعد أن بدأت الفكرة تنضج أستاذ جعفر، كيف تم تطبيقها في الواقع؟ يعني من أين وجدتم الدعم؟ كيف بدأتم الخطوات العملية؟ من كان معك في طور تأسيس المكتبة؟ من أين حصلتم على الكتب؟ المكان؟ يعني ممكن تأخذنا في التفاصيل شوية؟ والله هي طبعا المكتبة يعني تمت بجهد الأريتريين نعم. الموجودين في السودان والموجودين خارج السودان. مهم. في ناس اتبرعت بمال، ودي كانت يعني مساعدة في إنه نحن بنتحرك بها ونرفع بها قيمة ندفع منها قيمة الترحيل للكتب وكده. إما بالنسبة للمبنى بتاع المكتبة وكده نحن طرقنا كل الأبواب يعني عشان تبني لنا المكتبة، فما لقينا نعم. جهة بتبني لنا المكتبة، لكن في النهاية لقينا الأمم المتحدة وصرنا عليهم في إنهم يبنوا لنا المكتبة. نعم. وفت الخير وهم ما يقصروا بنوا لنا المكتبة يعني تم كذلك تم يعني دعم المكتبة يعني تم من هنا الاتحاد العام للطلاب الأريتريين نعم. بمجموعة من الأساسات والكتب يعني. نعم. يعني تقصد هنا جعفر، يعني هل تم بناء خاص للمكتبة في مكان خاص يعني نعم. نعم. تم بناء مكتبة في مركز شباب معسكر شجراب. طبعا. أوكي. وبدعم من الأمم المتحدة هناك في المعسكر. بدعم من الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة الشيء اللي قدمته لنا المكتبة إنه هي وفرت لنا بناء المكتبة يعني. نعم. نعم. متى تم يعني بناء وافتتاح المكتبة لأول مرة أستاذ جعفر؟ وفي الحقيقة يعني في شهر 7 اكتمل بناء المكتبة. نعم. نعم. لكن تم الافتتاح في 31 مارس 2015. نعم. نعم. يعني قبل شهرين تقريبا. قبل شهرين يعني نهاية الهناية بس كده يعني. نعم. إذن يعني نعم. نعم. شهر 3 تقريبا. نعم. قبل شهرين. نعم. والآن أنتم تواجهون مشكلة كبيرة وكما تابعناها في وسائل الاتصال الاجتماعي، ونحن ندعم مشروعكم على كل المستويات. لماذا تم إغلاق المكتبة الآن؟ ما الأسباب؟ ماذا يحدث؟ هو طبعا يا أستاذة أمل، نعم. المكتبة ما أغلقت الآن، يعني المكتبة أغلقت مرتين. نحن افتتحنا المكتبة في 31 مارس. بالحقيقة في 1 أبريل بعد يوم من افتتاحها تم إغلاق المكتبة بأمر من مدير المعسكر ومدير الأمن. ما الأسباب؟ لما سألنا الأسباب في المرة الأولى قالوا أنتوا قلتوا لما خاطبتونا مكتبة الشجراب الثقافية واتضح لنا إنه دي المكتبة الأريترية. وضحنا لهم إنه يا أخي ما مشكلة، إنه هي المكتبة مكتبة الشجراب الثقافية. نعم. يسموها أبناء المنطقة كده. بس نحن كأصحاب فكرة ومشروع، نحن طرحنا مشروع المكتبة الأريترية
وطرحنا المشروع ده مش لمعسكر الشجراب، يعني طرحنا المشروع ده لكل الأريتريين في كل المعسكرات في العالم يعني. نعم نعم. فأول فكرة نفذناها من المشروع كانت مكتبة الشجراب، فبالتالي سميناها نحن المكتبة الأريترية كأصحاب مشروع. هم يسموها مكتبة الأرض، مكتبة الشجراب، مكتبة البحر، ده الشيء يرجع لهم، نحن ما عندنا بيهم دخل يعني. نعم نعم. بعد ذاك بعد شهر من الكلام ده يعني وافقوا في إنه تفتح المكتبة، وكان بقرار مكتوب من مساعد معتمد اللاجئين وبقرار شفهي من مدير الأمن. نعم. فتحوا المكتبة يوم 30 أبريل 2015. اشتغلت المكتبة حكاية بتاع 12 يوم، سجلنا نحن ممكن حكاية بتاع 1000 خارج. يوم 12 مايو بيجي مدير الأمن ويقول لهم يا أخي يقفلوا المكتبة وبيطرد الناس، والناس بتقرأ الناس بتمشي، وبعد ذاك لما تمشي عليه اللجنة بتاع المكتبة عشان تعرف الحاصل شنو يتم طردهم من مبنى الجهاز يعني. بدون تقديم يمشوا أسباب. لمدير المعسكر بدون تقديم أسباب، يلا المكتبة حتقفل وما دايركم هنا بلفظ زي ده يعني. مشوا على مدير المعسكر واختاروه بما حصل، وقال لهم خلاص المسألة حتحل، والمسألة للآن ما يتحلت يعني. انتظرنا نحن الموضوع طلع في الإعلام يعني، طلع في الإعلام، وبالتالي كان نحن كأصحاب فكرة طلعنا مناشدة بالكلام ده. نعم. ويتجاوبوا لها يعني صحفيين نشطاء، وطرحوا فكرة جميلة يعني ما شاء الله، نحن بنقدر لهم وبنحفظ لهم يعني كأصدقاء للشعب الأريتري إنهم يقفوا معنا يعني. نعم. ما هي كل ما في الأمر، بس أنا حبيت أوضح يعني. نعم نعم بالتأكيد. مرة أخرى يعني كيف تم دعمكم من قبل المبادرون السودانيون، يعني من صحفيين وكتاب وغيره؟ يعني ماذا كانت الخطوة التي قدموها؟ هم يعني أعلنوا في الحقيقة إنه يعني نحن بعدنا كشباب أريتري في الخرطوم ومع صحفيين سودانيين نعم شباب سودانيين، وناقشنا الفكرة ووريناهم الحافظ شنو، إنه الشعب السوداني هو شعب يعني شقيق للشعب الأريتري، والعلاقات السودانية الأريتري قديمة يعني. نعم. قديمة الأزل يعني. هم طرحوا قالوا خلاص طالما إنه هي أغلقت المكتبة نحن بنفتح مكتبة ثانية، أو نحاول يعني نجيب فكرة إيجابية بحيث إنه نجمع كمية من الكتب قدروها ب5,000 كتاب. نعم. تكون دعم للمكتبة وتكون حاجة إيجابية، وتحرج السلطات الأمنية إنه هم يقفلوا مكتبة، والشعب السوداني يصير إنه يدعم الشعب الأريتري بكتب، فبالتالي هو يدخل في عملية بتاع إحراج ويفتح المكتبة، والناس بتتحرك في إنه يفتحوا المكتبة، ونحن بندعم فكرة المكتبة بكتب. نعم. دي كانت مبادرتهم، والليلة كان مجتمعين في الحقيقة، ونحن اجتمعنا معاهم ويابوا كمية من الكتب، والكلام ده حيتواصل لشهر كامل. كل يوم خميس هم حينتظروا كمية من الشعب السوداني، بتجي أي واحد بيجي بكتابين. نعم. لما يصل العدد المقدر يعني. نعم. إذن كيف سيتم إيصال هذه الكتب إلى المعسكر؟ يعني هناك لا يوجد مكان الآن كما فهمت جعفر، يعني كيف ستعوضون عدم وجود مكان؟ كيف سيتم تبادل الكتب وإنشاء المكتب البديل الآن؟ والله نحن نأمل أن تفتح المكتب القديم. نعم. ليس أمامنا شيء إلا أن تفتح المكتبة القديمة، أو يتم تبادل الكتب بطريقة يعني فردية. لكن نحن نأمل إنه السلطات السودانية تستجيب لدعواتنا إنه يفتح المكتبة دي. نعم. المكتبة دي ما بتأذيهم هم في حاجة، وده حق من حقوقنا كشعوب أريترية موجودة لاجئة في السودان يعني. نعم نعم. إذا هم عايزين يمنعونا من الكتاب خليه يشيلونا برا أرضهم يعني. نعم نعم. ما ممكن يمنعونا إنه نحن نقرأ كتاب يعني.
نعم. إذن جعفر، في الفترة التي كانت فيها المكتبة مفتوحة، يعني حدثنا عن الإقبال، يعني من هي الفئة التي كانت تقبل على القراءة، وكيف كان مستوى الإقبال، وهل كان فعلا لها يعني أهمية؟ لقيتوا تجاوب من الناس في المعسكر إنه والله تفضل. يعني الإقبال كان ممتاز جدا جدا يعني. لقينا إقبال من الشباب، ولقينا إقبال من المتعلمين الموجودين في المعسكر من غير عمل، يعوضوا زمنهم بالكتاب وبالقراءة وكده. لقينا ممكن نحن المكتبة اشتغلت حكاية 12 يوم، لقينا فيها أكثر من 1000 قارئ سجلنا يعني نحن في الدفتر عندنا يعني. نعم. فكله يعني تقدر تقولي في اليوم كنا نسجل 100 وحاجة يعني بمعدل 100 مثلا. نعم. 100 قارئ في اليوم يعني. نعم. وهل كان هناك يعني أي نشاطات أخرى غير أن يأتي الشخص إلى المكتبة ويقرأ كتاب أو يستعير كتاب؟ لا والله لم تكن هنالك أي نشاطات غير القراءة. نعم. نحن منعنا أي نشاط يضر بالأمن الوطني السوداني أو أي نشاط يخالف الأعراف الدولية لوجود اللاجئ حسب الاتفاقية الذي وقعها السودان. نعم. منعنا تحديدا النشاط السياسي في المكتبة. نعم. والمكتبة هي مكتبة عامة لكل الناس يعني. تشمل كل الأفكار. نعم. أستاذ جعفر، طيب ما هي ردود الأفعال في المعسكر الآن؟ يعني هؤلاء زوار المكتبة، يعني ما هي ردود أفعالهم الآن؟ هنالك احتقان وحقد بدأ يتربى على الألفين بسبب إقفال هذه المكتبة. إحباط، حالة من ليس في المعسكر وحسب، بل في كل المعسكرات، بل في كل العالم استهجنوا هذه العملية. نعم. يعني نتمنى أن تزيب الحكومة السودانية. نعم. نحن أيضا هؤلاء الناس نأمل ذلك. هل هذا يعني يعطيك فكرة أنت ومن هم موجودين في المعسكر أو الناشطون عموما على ضرورة وجود مثلا لجنة تساعد على دعم مشاريع كهذا المشروع مستقبلا؟ هل هناك أي لجان غير الأمم المتحدة تساعد اللاجئين هناك، وخصوصا أن معاناتهم كبيرة ومشاكل كثيرة؟ اليوم نحن نلقي الضوء على مشروع المكتبة، كونه أنه مشروع ثقافي لأول مرة نوعي في معسكر للاجئين، ويتم يعني إغفاله مباشرة بعد فتحه. هل هناك أي فكرة لتشكيل لجان لحماية المشاريع كهذه مستقبلا؟ هل تتحدثون عن ذلك مثلا؟ نعم هنالك أفكار لكنها لم تنضج بعد يعني. نتحدث عن فكرة إنشاء لجان قانونية تحمي اللاجئ وتدافع عن حقوقه. نعم. بعيدا عن منظمة الأمم المتحدة التي لا تهتم ولا تكترث لحال اللاجئ، بدليل أن المكتبة أغلقت وهي لم تتحرك حتى الآن. نعم. كم يقدر يعني بكم يقدر عدد اللاجئين الموجودين في المعسكر أستاذ جعفر، في شجراب بالتحديد؟ هو تقدر بأكثر من 20,000 لاجئ يعني مسجلين في المعسكر يعني. هو أكثر معسكر في المعسكرات الموجودة في السودان. هنالك لاجئين يأتون إلى المعسكر بصورة يومية، ولكنهم يذهبون لا يمكثون، وإلا كان العدد يتضاعف. نعم. إذن أستاذ جعفر، من خلال هذا المنبر نحن اليوم يعني أحببنا أن نظهر تعاطفنا واستيائنا من قفل المكتبة، وتعاطفنا معكم ومع هذه المبادرة النوعية والمهمة جدا في دعم شبابنا اللاجئ في معسكرات اللاجئين في السودان، وخاصة في معسكر الشجراب. ونحن ندين بشدة هذه الخطوة الغير يعني عادلة والغير إنسانية بإقفال المكتبة. هل ما هي الأشياء التي تتمنى أن تقولها الآن لكل من يسمعنا لدعم هذا المشروع أو غيره من المشاريع؟ يعني هل من أي شيء تحب أن توجهه لمن يسمعنا من الإريتريين خاصة؟ أتمنى من الأريتريين في العالم من يتحركوا
في كل الاتجاهات حتى تستجيب الحكومة السودانية لنداءات اللاجئين نعم في معسكر الشجراب ويفتحوا هذه المكتبة. نعم، نتمنى ذلك أستاذ جعفر وسكة، وأنا يعني أحييك وأحيي الشباب الذين معك في هذا المشروع، وأيضا أحيي مجموعة الصحفيين السودانيين والناشطين في حقوق الإنسان لدعمهم لهذا المشروع المهم. ونتمنى أن نرى يعني مزيد من التفاعل ومزيد من الاهتمام بقضايا اللاجئ الإريتري الموجود في السودان، لأنها كثيرة ومؤلمة وقليلا ما يوكس عليها جعفر. فلك تحية منا نحن في صوت المنتدى، ولك الشكر، ونتمنى أن يعني نساهم نحن أيضا في دعمكم من خلال يعني كشف هذه الممارسات، ومن خلال الحديث عنها وإيصال رسالتكم إلى المجتمع عموما. شكرا أمال لك، شكرا لإذاعة المنتدى، وشكرا لك، أنت سعيدة جدا بهذا اللقاء. أتمنى أن يستجيب السودان ويستجيب الأريتريين لنداءاتنا هذه. نعم، بارك الله فيكم ولا حرمنا الله منكم. الله يخليك، شكرا لك أستاذ جعفر، وأتمنى أن يحقق هذا الجهد يعني ثماره. شكرا لك. والله وحد بينا فرحونا وراحوا شالوا من وادينا بهجة وأفراح. والله وحد بينا فرحونا وراحوا شالوا من وادينا بهجة وأفراح. الكثير يا حليل يا حليل الراح، الكثير يا حليل الراح. أنا وأنا قلبي باكي ليل وصباح، الضياع والحسرة والسنين كم راحوا. طالت النواك وأنا قلبي باكي ليل وصباح، الضياع والحسرة والسنين كم راحوا. وراحت الأفراح قلبي عاش تجراحه، راحت الأفراح قلبي عاش تجراحه. مين كل فؤادي روحه زي فراحه. روحوا زي جراحه. أنا قلبي صبر، قلبي صبر لما انتهي صباره. نظرة باك يا حزينة، باك يا حزينة كم وراها وداره. أنا أتصبر قلبي تصبر لما انتعب صبار. نظرة باك يا حزينة، حزينة
وشلته بهجة وأنوار، ويوم رحلت وشلته بهجة وأنوار. ارتويت من عطفه ارتويت بين ناره، ارتويت بين عطفه ولا ارتويت بين ناره. من قلب الصافي من قلب الصافي كنت أنا بعوده، قلت له حبيبه كنت أهله داره. فضحا لعيوني كشف أسراره، فضحا لعيوني كشف أسراره. والعيون لو رادوا ما بيعرفوا يداروا، العيون 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 لو رادوا ما بيعرفوا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: اجتماعات تنويرية في وزارة العدل حول القوانين المدنية والجنائية الجديدة. ارتفاع حالات الوفيات والاغتصاب على الحدود الإريترية السودانية هذا العام. حملة تجنيد مكثفة في الإقليم الجنوبي، والسلطات تعتقل التجار في مدينة تسناي. تفاصيل الأخبار. عقدت وزارة العدل يومي الأربعاء والخميس 7 و28 من شهر مايو اجتماعا تنويريا للقضاة العاملين في المحاكم التابعة للوزارة، وذلك بغرض تنزيل ما أسموه بالقوانين الدائمة حيز التنفيذ العملي. هذا وقد دعي كل القضاة المعنيين إلى الاجتماع الذي شهدته قاعة الغرفة التجارية في العاصمة أسمرة. جدير بالذكر أن الإعلان عن القوانين المدنية والجنائية الجديدة تم في منتصف هذا الشهر بواسطة تصريح صحفي أدلت به السيدة فوزية هاشم وزيرة العدل بالنظام الحاكم، وكذلك عبر منشور تم تعميمه للجهات المختصة. ولم يتم إعلان أو نشر تفاصيل القوانين الجديدة عبر صحيفة الإعلانات الرسمية كما جرت العادة في إعلان القوانين والمراسيم والأوامر. إلى ذلك يتوقع أن يحدث تضارب كبير في الصلاحيات بين سلطات المحاكم التابعة لوزارة العدل وتلك العاملة خارجها والمعروفة بالمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن ومحاكم الجيش، خاصة وأن الإعلان الجديد لم يتضمن أي توضيح فيما يتعلق بعمل تلك المحاكم التي لم تزل تشكل خطا سلطوي موازي للسلطة القضائية في إريتريا ومناوئ لها أحيانا، إذ تقدم قضايا لإعادة النظر فيها من قبل المحاكم الخاصة بعد أن تم فصل فيها في المحاكم التابعة لوزارة العدل.
شهد النصف الأول من هذا العام 2015 وفاة 56 إريتريا واغتصاب 230 فتاة إريتريا من قبل مجموعات الإتجار بالبشر والشرطة وميليشيات الحدود، حيث تم ذلك في المنطقة التي تقع بين المتمة وضواحي سيتيت إلى الخرطوم، وكذلك على الحدود الإريترية السودانية. ارتكبت هذه الجرائم بحق اللاجئين الإريتريين دون أن يقدم مرتكبيها لأي محاكمة قانونية، مما ساعد على استمرارها كظاهرة تستفحل وتتنامى ليسقط العديد من الضحايا بين قتيل ومغتصب. وتجد المنظمات الإنسانية التي من المفترض أن تقوم بالدفاع عن اللاجئ وحماية حقوقه تجد نفسها عرضة للتهديد من قبل السلطات، مما أثر على متابعتها لمهامها واضطرارها إلى أن تصم الأذان عن مناشدات اللاجئ الإريتري، فهي لا تضع أي خطة عملية لإنقاذ اللاجئ من هذه الجرائم. وفي أفضل الحالات نجد أن الإجراء التقليدي المتبع من قبل هذه المنظمات هو إبلاغ منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه الجرائم، وتعجز هذه التدابير لعدم فعاليتها في إيقاف أو الحد من هذه الظاهرة، بل تشجع مرتكبيها على ارتكاب المزيد منها. فالميليشيات الحدودية في الحدود الإريترية والإثيوبية والسودانية غدت تستهدف اللاجئ الإريتري في حياته وعرضه وممتلكاته، وخاصة الفتيات من سن 12 وحتى 17. وفي اللقاءات التي أجرتها مصادر المنتدى مع بعض ضحايا هذه الجرائم نجدهن يطالبن الإنسان الإريتري في الخارج للسعي بشكل عملي إلى منظمات العمل الإنساني لإسماع معاناتهن وللدفع بالمجتمع الدولي للتحرك وتأمين أبسط الحقوق الإنسانية لهن. وعلى صعيد ذات صلة بمعاناة اللاجئين الإريتريين، يعاني اللاجئ الإريتري في اليمن الذي تقطعت به السبل، فإثيوبيا مثلا ترحل عبر السودان 2000 من مواطنيها، ويقترح بعض الإريتريين الذين قدموا من اليمن إلى إثيوبيا أن تسعى المنظمات الدولية ذات الصلة بتأمين مكان مؤقت للإريتريين لأنهم يعانون من تشرد حقيقي وظروف غير آمنة، حيث لا رعاية سواء من المنظمات المختصة أو من سلطات الدول التي يلجؤون إليها. جرت أول أمس 28 من مايو حملة تجنيد عسكري مكثفة في كل من عرازة وشنبوق بالإقليم الجنوبي في إريتريا. وعلمت مصادر المنتدى أن البحث عن الأفراد تم داخل المنازل، هذا وقد طالت الحملة المواطنين العاملين في التنقيب التقليدي للذهب، ولم تعرف بعد الجهة التي سوقوا إليها إلا أن ممتلكاتهم انتزعت منهم دون تسجيلها، وكذلك تمت مصادرة الأموال والذهب الذي جمعوه. من جهة ثانية تعتقل السلطات في أسمرة 30 تاجرا في كل من تساناي وبارنتو وكيرن دون أن تبدي كعادتها أسبابا لهذا الاعتقال. فمنذ 26 من مايو الجاري قامت وحدات الأمن السري المعروفة ب 05 مرتدية للزي المدني باعتقال أكثر من 30 تاجرا في كل من تساناي وبارنتو وكيرن، ودون إبداء أسباب دفعتهم للقيام بهذه الاعتقالات. يذكر أن حكومة الطاغية كانت قد قامت قبل شهرين باعتقال مجموعة من المواطنين كانوا يعملون في مجال التجارة في مدينة تساناي، وأجبرتهم على دفع 1,000,000 نقفة كضمان لعدم ممارستهم للتجارة الحدودية، ثم زجت بهم في معسكر التدريب العسكري دون مراعاة مستقبل أعمالهم والمعاناة التي ستجابه أسرهم وأطفالهم بعد غيابهم. يجدر بالذكر أن النشاط التجاري في مدينة تساناي يمر بأسوأ حالات الركود والتلاشي، فهذه التدابير عرقلت النشاط التجاري في المدينة، مما سيضاعف الأمر على بقية المدن لكون تساناي المنفذ البري المفتوح على الرئة التي يتنفس منها البلد. هذا وقد أصبح معظم التجار والعديد من أفراد الشعب بين من طالته حملات التدريب العسكري أو الاعتقال، وبين من هرب فرا بجلده إلى السودان جراء التهديد المستمر من وحدات أمن أخرى تعرف ب 65. صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين ونأتي إلى ختام ساعة السبت لصوت المنتدى. لكم تحياتي وتحيات زملائي في هذا المساء، إلى أن نلقاكم يوم الأربعاء القادم. لكم أجمل المنى وأطيب التحايا وإلى اللقاء.